هاريسون فورد بدأ حياته بمجموعة من الفشل والإحباطات، لدرجة إن الراجل قرر إن هو يشتغل نجار علشان خاطر يقدر يدفع إيجار بيته ويجيب ياكل ويشرب. هاريسون فورد تم استدعائه إن هو يعمل دولاب في بيت المخرج جورج لوكاس. جورج لوكاس طلب منه إن هو يعمل دولاب بصفته نجار مش بصفته ممثل. في الوقت ده جورج لوكاس كان بيحضر لفيلم حرب النجوم. لما شاف هاريسون فورد وهو بيشتغل واتكلم معاه أكتر من مرة، عرض عليه إن هو يقرأ السيناريو، عجبته طريقته، عرض عليه إن هو يمثل الدور. It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. ومن هنا بقى النجم العالمي هاريسون فورد. هاريسون فورد عام 1997 اتصنف الأول على أفضل 100 ممثل عالمي. 2016 حقق إيرادات تتخطى 4.6 مليار دولار. تم تصنيف الإيرادات العالمية 2016 لأفلام هاريسون فورد بما يقدر بأكثر من 6 مليار دولار. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحطه في المكان المناسب مع التوقيت المناسب فتتحول أقداره للأحسن. سبحان الله على الأقدار.